اهلا بيك في الثانويه العامه. دي سنه سودا بنت كلب. لا بهزر بصراحه. الثانويه العامه مش زي ما انت فاهم، مش البعبع اللي كل اللي حواليك وصلوه لك. الثانويه العامه تطور طبيعي للدراسه عادي. الدراسه كل سنه بتصعب. ايه المختلف في كده؟ ايه الجديد يعني؟ سته ابتدائي اصعب من كي جي 1 معروفه، ثالثه اعدادي اصعب من سته ابتدائي معروفه. انت شايف عكس كده؟ انت متخلف بقى. دي قصتك انت. في الثانويه العامه تطور طبيعي، وبالعكس ده انت في اولى جامعه طول السنه بتاعت اولى جامعه هتتمنى ان انت ترجع الثانويه العامه وهتقول ايه اللي انا كنت بعمله ده انا هرجع دلوقتي واقفل كل الامتحانات. المهم بقى نخش في موضوع. انت مهتم بحاجات كده غريبه زي ازاي اذاكر. بص يا سيدي، طريقه المذاكره دي بتاعتك انت بتستريح ازاي في المذاكره. يعني انا واحد بيذاكر على السرير، غيري ما بيعرفش يعمل كده. انا بستريح اما بذاكر على السرير، قمت غير كده ما بعرفش. فانت دلوقتي بتستريح في طريقه مذاكره معينه، امشي عليها. طب انت عايز تشوف طريقه المذاكره بتاعتك دي بتمشي ولا لا؟ تعال في اخر يوم وشوف انت حصلت ايه. لو انت ما حصلتش حاجه يبقى اكيد الطريقه دي فاشله يا فاشل. خش شوف لك طريقه تانية، ولو هتغير طريقه مذاكرتك يبقى من اول السنه. ما تجيليش بقى في اخر شهر ولا شهرين تسمع لك مدرس من دول بيفسي ويجي يقعد يقول لك مش عارف اصحى اشرب لبن وبعدين اغسل رجلك وبعدين مش عارف افتح الكتاب الساعه كام عشان مخك بيبقى عامل ايه. هي مش ناقصه فسا، الريحه مش ناقصه والله العظيم. هتلاقي الناس دي في اخر السنه والله. فانت دلوقتي شوف الطريقه اللي بتريحك وما تروحش تسال حد كنت بتذاكر ازاي. افرض قالك كنت بذاكر وماسك الموبايل في ايديا، هتعمل زيه؟ انت عبيط يا ابني. ما تسالش على حد بيذاكر ازاي. انت شوف لك طريقه بتريح فيها وبتحصل لك في الاخر كميه المعلومات اللي انت عاوزها عشان تنجح او عشان تجيب درجه عاليه. حاجه اخلاقيه. دلوقتي انت بتقعد تكتب بوستات على الفيسبوك وتقعد تصوت عشان الاسعار غليت وابهاتنا واهالينا مش مستحملين، وبعدين تروح واخد نفس الفلوس اللي انت كنت بتصوت عليها دي من ابوك وامك اللي هم مديها لك عشان تروح بيها الدرس، تروح صارفها في البلاي ستيشن. يعني انت كنت بتفسي بس على النت. طب ليه يا حبيبي؟ مش كده. ما بلاش نعمل الكلام ده، عيب حرام عليك. عشان زي ما انت بتقول لابوك تعبان وانت جاي تصرفها، فكر فعلا ان اهلك تعبانين في الفلوس دي. نرجع تاني بقى، وانت رايح الدرس خلي بالك انت رايح لواحد بيديك معلومات، بس مش بيديك معلومات كده في سبيل الله. يعني مش اللي هو لله والوطن، مش بيأدي رسالته على الارض، لا هو هدفه اللي في جيبك. مش هيطلعك من الدرس ده الا لما يقشفر اهاليك. طب هو ازاي بقى بيشفط منك الفلوس؟ بالملازم وحصص زياده ملهاش لازمه. هقول لك على حاجه، معظم المراجعات اللي هم بيعملوها دي بتبقى متكرره، هو نفس اللي هو اداهولك في الدرس. امتى تروح المراجعه؟ في حالتين: كنت غايب ومفيش مصدر تاني تعرف بيه تفهم بيه اللي اتقال، او انت مفيش مقفله معاك وحضرت الحصه ومش فاهم وحمار. يمكن اما تروح ويعيدها لك تاني تفهمها. بس انا نصيحه مني انا، اقصر دماغك فيها، اجبر نفسك اللي انت تعملها، لان بعد كده ما تخش الكليه مش هتلاقي حد يعبرك. اما بالنسبه للملازم بيقول لك ايه؟ في ملزمه مراجعه بره، قبل ما تشتريها افتحها شوف الكلام اللي فيها هو نفس اللي في الملزمه الاصليه ولا لا، عشان حرام اللي انت تشتري نفسها. خليك ناصح، ما تشتريش اي حاجه وخلاص. هو ساعات هيجبرك اللي انت تشتري الملزمه دي ويقول لك لازم تشتريها الا تطلع من حصتي بره، وبتحصل. في ساعات بيقولوا انك اما بتعلق حاجه للكليه اللي انت عايز توصل لها وكده ده بيديك امل. بص هو الشغل ده ما بينفعش معايا الصراحه، بس هو ممكن يشتغل معاك. لو انت شايف كده اعمله. شوف انت عايز تخش كليه ايه وعلق الحاجه اللي انت عاوزها. طب بقى والتوقعات اللي هو بيعملها وهو قاعد على التويليت، ما تسمعش خالص اللي يقول لك توقعات عشان ما تلبس. انا كتجربه شخصيه رحت درس اللي هو بيروحوه حصه واحده ده من المواد اللي هي مش في المجموع، وراجل قاعد يقول لك توقعات والملزمه دي مش هيخرج عنها. انا دخلت الامتحان من هنا وما لقيتش كلمه من الملزمه اللي هو اداها لنا، اللي انا قعدت اشد في شعري واحاول احفظ فيها طول اليوم. مفيش كلمه منها. تحس ان الراجل اللي كان بيحط الامتحان عارف ايه اللي في الملزمه دي وما عتبش جنبه. وانا اصلا ما بحبش موضوع التوقعات ده وما بمشيش وراه، بس اضطريت في الماده دي لاني ما اعرفش عنها حاجه. اما بقى بالنسبه للملغي، اما مدرس يقول لك ملغي الحاجه دي وبالذات لو من مدرستك، اتاكد منها من مليون مصدر، بكل طريقه تتاكد ان دي ملغيه، لان ساعات هو بيبقى حمار مش عارف يشرح الحته دي وبيضحك عليكم، وهتخش في الامتحان هتلاقي اول واحده، فما تخلوش يلبسك في الحيط. اما بقى امتحانات الدروس فدي فرصه حلوه جدا ليك عشان ترفع من مستواك، بتديك منافسه، بالذات لو المدرس ده هيديكوا جايزه. حركات العيال دي بتنفع والله حتى معانا في الكليه. فانت اهتم بالامتحانات دي جدا، حاول تجيب فيها درجات اعلى، ولو ما جبتش المره الجايه جيب، وحاول مره تانية. ولو في هو بيعمل امتحانات على جنب او بيعمل في سنتر تاني وممكن تروح تمتحن بس من غير ما تاخد درس، روح امتحن. وانت في الامتحانات دي اتدرب بقى ان انت تتخلص من التوتر ده والعصبيه اللي ملهاش اي لازمه. ليه؟ لانك في الامتحانات الاصليه مش الوقت بالظبط على قد اللي في الورقه بالظبط. وما تقولش ليه ده ظلم، مفيش حاجه اسمها كده. انت دي وبعد كده ال 60 سنه اللي هتخش فيهم الكليه بعد كده بقى على حسب انت هتقضي كام سنه فيهم، مش هتلاقي وقت تتنفس في الامتحان. هو انت بس بتجاوب، بس كل اللي بتحاول تعمله في الامتحان انك بتجاوب على الاسئله اللي محطوطه. فانت حاول بكل طريقه انك تتخلص من التوتر ده. وانت جوه الامتحان ما بلاش تطلع احمد موسى اللي جواك، ومش قصدي سياسيا. دلوقتي انت جالك سؤال تقول اجابته بس، ما تزودش من عندك، مش هيديك درجات زياده. هو البتاع عليه 2 مش هيديك 3 من 2، خلصت. جاوب الاجابه الصح. الوقت اللي انت بتضيعه في الاجابه الزياده دي انت ممكن تحتاجه في سؤال عليه درجات كتيره، ما تلحقش بعد كده. خلص الامتحان عندك 5 دقايق في الاخر، ارجع فسي في ورقه الامتحان تاني براحتك، غير كده لا ما نفسيش. ودي كل النصايح اللي ليك عندي. عايز اقول لك حاجه، النصايح دي مش هتخليك تجيب 99% ولا 85%، لا ده انت الحد الفاصل اللي هيخلي النصايح دي تشتغل. المهم انك تعمل اللي عليك وبعدين تتوكل على ربنا. لو
لو ذاكرت يا عم وما عدتش تستهبل وتقول الدرس ده الراجل قال عليه مش مهم ومش عارف ده ما كانش تبع التوقعات والكلام الفارغ ده كله، عشان ما تتصدمش في الاخر وتخش الامتحان تلاقي الدرس ده محطوط لك اول درس في الامتحان. ما بلاش تمشي ورا الكلام ده. ذاكر الملزمه اللي انت كنت تعبان عليها طول السنه ودافع ثمنها بتاع 60,000 مره، ذاكرها واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. طيب انت بقى عملت اللي عليك ودخلت الامتحان واديت، بس حصل ظروف وما جبتش الدرجات اللي تدخلك الكليه اللي انت عاوزها، ما تزعلش لان ربنا شايلك الخير في حته تانية. انا عارف ان انت سمعت الكلام ده كتير، بس بجد الكلام ده فعلا صح، لانك في اي كليه تقدر تبقى حاجه. هدفك مش انك تبقى مهندس او دكتور زي ما بيفهموك وبس، مش زي ما بيقولوا لك ان هندسه وطب كليات قمه والباقي دول ولا حاجه. مفيش الكلام ده خالص، كل دول يقدروا يبقوا حاجه. يا ابني مهندسين ودكاتره كتير. قول لي انت تعرف كام مهندس على بعض اساسا ولا كام دكتور على بعض؟ الدكاتره والمهندسين كتير، مشكله ان بقى كتير منهم ما بقاش عندهم ضمير وبيتاجروا بحياه الناس. ما تبقاش زيهم. وزي ما قلت لك قبل كده في اي كليه تقدر تبقى حاجه، تقدر تخلي الناس تفتكرك وتقدر تأدي رسالتك على الارض. وبس كده. لو عجبك الفيديو ده بقى ما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن لاصحابك اللي في الثانويه العامه او اي حد تعرفه في الثانويه العامه، وما تنساش تخش على القناه بتاعتي على اليوتيوب وتعمل لي سبسكرايب او تعمل لايك للصفحه بتاعتي على الفيسبوك. كان معاكم محمد احمد، سلام.